الحديث والثواب يا رب خلوات الإجابة في عاصر الأبواب النجابة وجعل لي في عاصر الأبواب سولي وقد سعدت بالأخوان رقيتني أسرسين وأدي وبعدها كفيتني سجدي بمن خلاني قد سعدت ماديا فلا يزال مسلما وراديا بما يسوجتني بلا سلام نبعتني وبي أنفه التلف كم رجوعي أجل ربي بكل أنت متى تقول أمر كن يكن ما يستحاس بك ليس يخر ومن خسرته فليس ينصر من أمكم لرغب فيكم سفر ومن تكون ناسين ينتصر نسي جواري لا تعجلي في كل الليل وتذب تعبدي كون جميع ما تربت منك فإنني جدا رديت عنك لك آياتي وماتي ولك ضعفي وقوتي فأبلي نصرك لي جل الله بنصر يفقى به أنا ألبس وصفقا من علي رب في سليوم بأن أكون سرفا كالخوم تعبت في سليوم الأمراض فلتسفني وليسر أفرادي كلي مدبرا ونعم في خريد وفي معجل بأيس الفقدي بك رجوعي اليوم يا أجلا وبك كوني في العلوم كاملا بك تجنبي عن رسائل بك أتوائل جملة الفضائل ربي خني داري كل ما يدر وفيما سهل كل ما يسر لك السماء والأرض والبلاد كما لك الدار والعباد لك السماء والأرض والبلاد كما لك الدار والعباد أنت الإله واحد القهار أبلي في جميع ما أختار يخرج لي جملة معروف جورك في الدار يا كريم وجيلي الدار ما فغسن من الكرامات وجنبني الفتون من علي بجوار المصطفى علي سلم سلام الخصبا نسيني الدار بي من اللقاء ورد عني ما علي خطبها نسيني الدار بي من اللقاء ورد عني ما علي خطبها بك أروم كون من هداني منصرفا عني بالإنسان يسير مرامي بجاه المصطفى وسلم عليه وارزقني سبا والله إني سر استغيار منك بعيبي فاستجب دعائي والله إني سر استغيار منك لعيبي فاستجب دعائي من علي اليوم بالكمال قلبا وخالفا على توالي أزكى صلاتك مع سلامي على وسيلتي في دوامي لو كل يوم الانفصال أزكى صلاة منك بالسلام